بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الحمد لله الذي علم بالقلم وصلاته وسلامه على رسوله الذي أرسله وعلمه ما لم يكن يعلم سيدنا محمد خير من تعلم وعلم وعلى آله وصحابته الذين نشروا العلم بين العرب والعجم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم إحياء الرمم. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون الكرام، بمناسبة بداية العام الدراسي تناولنا في الخطبة الماضية أهمية العلم في ديننا وواجب أولياء الأمور نحوه. أما اليوم فنوجه النصائح إلى إخواننا المعلمين وأبنائنا المتعلمين، لأنهما العمود الفقري للعمل التعليمي والتربوي، فعليهم جميعا تحمل تلك المسؤولية تجاه المنظومة التربوية. فعلى المعلمين أن يعرفوا أن مهنتهم هي أشرف مهنة وأنبل وظيفة على الأرض، فقد كان التعليم المهنة الأولى لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت فيما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم فرأى مجلسين، أحدهما يدعون الله عز وجل ويرحبون إليه، والثاني يعلمون الناس. فقال: أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون الناس، وإنما بعثت معلما. ثم عدل إليهم وجلس معهم. كما نجد في أحاديثه صلى الله عليه وسلم أقوالا عديدة في الإشادة بالمعلمين، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب 70 صديقا. رواه الديلمي. وعلى المعلم أن يتقي الله في مهنته، وأن يتقن المادة التي يدرسها، ويستعمل طرائق التعليم الناجحة في تعليمه، وأن يظهر أمام تلاميذه بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العامة، ليكون قدوة لهم في العلم والعمل، وذلك حتى يفوز بالأجر العظيم الذي وعده الله للمعلمين. فيما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له بالخير. أما المتعلمون فهم الهدف الأساسي من العمل التعليمي، فلذا فواجباتهم كبيرة ومسؤولياتهم جسيمة، وعليهم بالحث في طلب العلم والمذاكرة، وليعلموا أن ما ينتظره من الأجور جسيل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريق الجنة. وليعلم طالب العلم أن العلم لا ينال إلا ببذل الجهد ومعاناة المشاقة في سبيل تحصيله، فليصبر على ما يلاقيه من المتاعب في ذلك. وليتذكر المتعلم دائما وصية شيخنا الخديم رضي الله عنه التي يقول فيها: واعلم بأن العلم لا ينال إلا بحفظ النفس عن قيل وقالوا، إلا أن قال رضي الله عنه: من لم يرمه هكذا لا يصفر
منه بطائل كذاك أخبروا. أدعو الله تعالى أن يوفق طلابنا ويفتح لهم أبواب الخير ويرزقهم العلم النافع في الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه وزمرة المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، فلنعلم أنه رغم أهمية التعليم المدرسي في عصرنا، فإن الواجب علينا أن نقدم تعليم القرآن عليه أو نجمعهما معا، ولا ينبغي أن نهمل تعليم القرآن الكريم لأبنائنا مهما كانت الظروف، وذلك لأن القرآن منبع العلوم في كل زمان ومكان، وما فضل ديننا على سائر الأديان إلا بمهجسة الدهور وآية العصور، كتاب الله القرآن. فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان، وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الآخرة إلى الردى والنيران. كيف لا وهو اللؤلؤ والمرجان، ويأمرنا بالبر والصلة والأمان وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين والمداراة مع الأقارب والجيران، وينهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان. وفي الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفقنا الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان، وأجارنا بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المجتبى والرسول المقتفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.